في الفيديو ده احنا مش هنتكلم عن نصايح بتتقال كل دخلة شتاء وبتتقال في كل الفيديوهات، لان انا عارفة ان انتوا اوريدي شفتوا فيديوهات كتيرة بتتكلم عن نصايح للشتاء وانك ترطبي اكتر وكل الكلام ده. وبصراحة انا لما فكرت ان انا اعمل فيديو عن نصايح لدخلة الشتاء وكده، حسيت ان انا هقول نفس الكلام اللي كل الناس بتقوله، اللي هو رطبي اكتر بقى واستخدمي مرطب تقيل والكلام ده كله. فحبيت ان انا النهاردة اتكلم معاكم شوية كده عن الشتاء، من ناحية تانية هتعرفوها يعني من خلال الفيديو. وان شاء الله الفيديو تطلعوا منه بمعلومة او اتنين جداد عليكم وفعلا تطبقوهم ويساعدوكم ان انتوا تعدوا الشتاء ده باقل خسائر ممكنة. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل لو لسه ما عملتوش. ويلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا مبسوطين وبخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اول حاجه حابه اتكلم عنها في نصايحي لدخلة الشتاء، وهي ان احنا نحافظ على حياتنا. ونحافظ على حياتنا ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا ما نقفلش الحمام خالص 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 واحنا بنستحمى او احنا بناخد الشاور بتاعنا، علشان خاطر الجو ساقع واحنا خايفين نبرد فنتخنق. وطبعا كل شتاء بيحصل حوادث اختناق من بخار الميه ومن تراكم غاز اول اكسيد الكربون داخل الحمام. طبعا ده للناس اللي عندها السخانات اللي هي بتبقى سخانات الغاز. انا معرفش السخان اللي عندكم ايه، وحتى لو السخان اللي عندكم سخان كهرباء لازم برضو ان انتوا تسيبوا حته من الحمام مفتوحه، سواء بقى في شباك افتحوا الشباك، في شفاط افتحوا الشفاط، مفيش حتى كل ده والباب بس موجود، يبقى خلاص عرفوا حد ان انتوا بتستحموا وسيبوا حته من الباب مفتوحه علشان خاطر بخار الميه يطلع وما تتخنقوش ويفضل فيه اكسجين متجدد كده طول ما انتوا بتستحموا او بتاخدوا الشاور بتاعكم. حبيت انبه على المعلومه دي علشان لو لسه في حد ما يعرفهاش يعرفها ويبتدي يعمل بيها. تاني حاجة حابة اتكلم فيها، ودي بتتقال في كل الفيديوهات والناس ليها حق انها تقولها في كل الفيديوهات، وهي انه مش معنى ان الشتاء جاي ان احنا نبطل نستخدم ديودرنت او نقلل في استخدامنا للديودرنت على اساس ان احنا مش بنعرف. استخدامك للديودرنت يوميا ماشي، وان انتي تغسلي المنطقه بتاعه الاندر ارم وتحطي ديودرنت على المنطقه دي وهي نظيفه وناشفه، ده يعني ملوش اي علاقه خالص بالجو ساقع قد ايه. ان شاء الله لو درجه الحراره 30 تحت الصفر لازم تغسلي المنطقه بتاعه الاندر ارم كل يوم وتنشفيها كويس وتحطي الديودرنت بتاعك. وكل يوم ده اتليست، مش اللي هو يبقى كتر خيرك، لا اتليست مره كل 24 ساعه. وطبعا الناس اللي بتخرج تشتغل بال 18 وال 20 ساعة مرة كل 24 ساعة هتبقى كافية قوي وكتر خير الدنيا. ونقي ديودرنت يكون قوي يعني، او حمايته كويسة او كده. وطبعا الفيديو بتاعي بتاع الانتي بريسبرنتس والديودرنتس هسيبه لكم هنا، لو لسه ما شفتوهوش ابقوا شوفوه. طيب الوقت اللي انا بحب ان احنا نجدد فيه الديودرنت ده بصراحة براحتكم، كل واحد ينقي فترة في اليوم هو حاسس ان هو هيقدر ينتظم عليها. يعني ساعات انا في حياتي مثلا، ساعات كنت مثلا احب احط الديودرنت كل يوم اول ما اصحى، اغسل المنطقه بتاعه الاندر ارم واحط الديودرنت. بس مثلا مع تغير اللايف ستايل بتاعي ومع تغير حياتي وكده بقيت احب ان انا اعمل الموضوع ده بالليل، وكان في فترات بتمر عليا بقيت احب اعمل الموضوع ده في نص اليوم. نصيحتي ليكم عشان تعرفوا تلتزموا بالموضوع ده ان انتوا تنقوا وقت محدد في اليوم على حسب اللايف ستايل بتاعكم، على حسب انتوا فاضيين امتى، على حسب انتوا شغلكم امتى، نومكم امتى، والكلام ده كله. وتحددوا وقت محدد في اليوم. انا الوقت ده بغير فيه الديودرنت وبغسل فيه منطقه الاندر ارم، سواء هستحمى النهارده هستحمى بكره هستحمى بعد 3 ايام مش مشكله. انا كل يوم في الوقت الفلاني من اليوم بروح اغسل منطقه الاندر ارم وانشفها كويس واحط الديودرنت. فده هيساعدكم ان انتوا تلتزموا فعلا بالموضوع ده، وطول الوقت هتفضل ريحتكم حلوه وريحتكم مش عرق. بصوا انا حبيت ان انا استرس على الموضوع ده لانه في الشتاء الناس بيتهيأ لها انها مش بتعرق، واحنا كده كده بنعرق. يعني جسمنا طبيعي فسيولوجيا بيخرج عرق سواء صيف او شتاء. يمكن في الشتاء العرق قليل شويه بس ستيل بنعرق. والمنطقه بتاعه الاندر ارم كنا اتكلمنا في الفيديو بتاع مزيلات العرق انها فيها بكتيريا هي اللي بتعمل ريحه العرق الوحشه دي. حاولوا ما تبوظوش على الناس فايبز الشتاء الحلوه، وانك تكوني خارجه مع صحابك مثلا او كده وتروحي مكان تقلعي فيه الجاكيت بتاعك وتطلع منك ريحه عرق مش حلوه. مش بقولك تطلع منك ريحه برفان، بس اتليست ما تطلعش منك ريحه وحشه. فمش لازم ان انت تحطي برفانات يا ستي، وانك مثلا بتقولي البرفان بره حرام او كده.
تمام، مش لازم تحطي برفان، مش لازم يطلع منك ريحه ورد، مش لازم يطلع منك اي ريحه حلوه، المهم انه ما يطلعش منك ريحه وحشه. باكد جدا جدا على موضوع الديودرنت او مزيلات العرق عموما اكتر بكتير من موضوع السان بلوك. السان بلوك ده حاجه ترجع لك انت، حابه تحطي سان بلوك في الشتاء براحتك، مش حابه ما تحطيش براحتك برضو، الموضوع ده انت الوحيده اللي هتضطري منه. انما موضوع الديودرنت مش بيضرك انت بس، بيضرك انت واللي حواليكي وبيخلي شكلك وحش قدام الناس. فنصيحة ان احنا نستمر على الديودرنت بتاعنا يوميا في الشتاء. الحاجة الثالثة اللي عايزة اتكلم عليها برضو ليها علاقة بالشتاء وبتحصل كتير في الشتاء، هي ان احنا بساعات بنلبس شراب سميك ونلبسه مثلا من اول اليوم، نتوضى ونلبسه ونفضل بقى محافظين على وضوءنا، مثلا نملس على الشراب وكده احنا وضوءنا لغاية اخر اليوم متحافظ عليه. انا ما عنديش مشكلة خالص مع النقطة دي على فكرة، عادي جدا، الجو بيبقى تلج فعلا فعادي مش مشكلة. بس الفكرة بقى ان احنا نحافظ ان رجلينا تبقى نظيفة ومش عرقانة ومش مطلعة ريحة وحشة جوه الشراب. اول حاجة ان احنا لو احنا هنفضل بقى لابسين الشراب مثلا شراب سميك وينفع للوضوء وكده وهنلبسه من اول اليوم لاخره، يبقى ان احنا قبلها نغسل رجلينا كويس قبل ما نحطها جوه الشراب، نغسلها كويس وننشفها كويس جدا وننشف المنطقة اللي ما بين الصوابع، ونحط حاجة من اتنين، يا اما نحط كريم للقدم او كريم حتى كريم جسم تقيل او اي حاجه نحطه على رجلنا عشان خاطر نحافظ على ترطيبها، ودي حاجه ترجع لكم براحتكم، عايزين تحطوا حاجه تحافظ على ترطيب الرجل براحتكم جدا مش مشكله يعني، مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه، انا جاي اتكلم على الريحه. عشان ما نطلعش ريحه المفروض ان احنا نحط يا بودره للقدم يا بودره للجسم، يعني مش بودره الجسم مش هتقول لا لو حطيناها في الرجلين مش مشكله. فاهم حاجه ان احنا نفضل محافظين على رجلينا جوه الشراب نظيفه وناشفه، لان هي لو مش نظيفه هتطلع ريحه ولو مش ناشفه برضو هتطلع ريحه. فاهم حاجه ان احنا نغسل رجلينا كويس، ننشفها كويس، ونحط بودره للجسم. لو حابين ان احنا نحط كريم بقى عشان خاطر ترطبي كعبك والكلام ده كله، كل ده جميل وكل ده يعني يحبذ ومحبوب جدا وتمام، بس الاهم عشان رجليكي ما تطلعش ريحه وحشه من الشراب ان انت تحطي بودره للجسم او بودره للقدم تحافظ ان الرجل تفضل لاطول وقت ناشفه ومش عرقانه. ما ينفعش يعدي فيديو لنصايح الشتاء وما نتكلمش فيه عن الترطيب، بس انا هقول لكم على تركات صغنونه كده وهي يعني بديهيه بصراحه، بس يعني قلت ممكن تكون في ناس ما فكرتش فيها. انا بالنسبه لترطيب الجسم في الشتاء بحب اقسم الجسم لاطراف قريبه واطراف بعيده. الاطراف البعيده دي اللي هي الايد من بعد الكوع والرجل من بعد الركبه. الحاجات دي الاطراف البعيده دي سهل ان انا اوصل لها، يعني ممكن اشمر الكم بتاعي او اشمر البنطلون لغايه ركبتي تمام مفيش مشاكل. الاطراف القريبه بقى اللي هي من فوق الركبه فيما فوق ومن فوق الكوع فيما فوق. ليه بقسم الجسم للحتتين دول؟ لان انا الاطراف القريبه دي مش بوصل لها كتير، مش بعرف اوصل لها كتير رغم ان اسمها قريبه بس مش بعرف اوصل لها كتير خلال الشتاء، لان ببقى لابسه بقى هدوم تقيله ودفايه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فبرطبها بعد الحموم او بعد الشاور بتاعي، برطبها بمرطب تقيل ايا كان بقى المرطب التقيل، يعني بادي لوشن تقيل، بادي اويل، بادي باتر، براحتك تماما. يعني مش هنتكلم النهارده على منتجات يعني، بس الفكره ان انا برطب الاطراف القريبه دي بحاجه تقيله لان انا مش هعرف اوصل لها يعني لغايه بقى الحمايه الجايه او اي حاجه يعني. الاطراف البعيده بقى دي اللي انا بعرف اشمرها وبعرف اوصل لها طول الوقت، اللي هو هتوضى فهقوم رافعه الكم كده، برضو ممكن ارفع اشمر البنطلون بتاعي لغايه فوق الركبه او لغايه الركبه يعني. فالحتت دي هعرف ان انا اوصل لها بسهوله خلال اليوم. فالحتت دي برطبها بلوشن خفيف وتكون ريحته حلوه، فده بيساعد انك ريحتك تكون حلوه من المنتجات اللي انت بتحطيها، وفي نفس الوقت اللي هو ايه حاجه هتترطب يعني اتليست مره او مرتين في اليوم، فهتبقى دايما مترطبه وجميله، مش محتاجه ان هي مش محتاجه مرطب تقيل زي الاماكن اللي مش هتترطب يوميا. حبيت اقول لكم على النصيحه دي، يعني يمكن ان انتوا ايه تكونوا ما فكرتوش فيها قبل كده، او هي بديهيه زي ما قلت لكم، يعني اكيد اغلبكم فكر فيها، بس قلت يعني يمكن تكون تايهه عن دماغ البعض منكم. الحاجه رقم 5 اللي عايزه اتكلم عليها برضو في الشتاء بالذات، ورغم ان انا قلت لكم قبل كده في كذا فيديو انه السكرابات بتاعه الجسم مش مهمه قوي، بس بصراحه في الشتاء هي مهمه شويه. يعني لو تقدري تجيبي سكراب او تعملي سكراب، بس انا بحب السكرابات الجاهزه بصراحه، ما بحبش السكرابات اللي بتتعمل في البيت، بحسها تو ماتش.
المهم يعني لو تقدري تجيبي سكراب وتستخدميه لجسمك في الشتاء هيبقى احسن. ليه؟ لان الجلد بيجف اكتر في الشتاء وبيقشر اكتر، فعشان تساعديه ان هو يقشر الجلد الميت ده فاستخدمي سكراب. وطبعا برضو اكيد يعني انا كده كده طول الوقت دايما بقول لكم على الاكسفولياتنج تاول، ودايما الناس اللي بتسالني عنها يا جماعه انا بجيبها من شي ان، وخشوا على السيرش بتاع شي ان، اكتبوا اكسفولياتنج تاول هتظهر لكم على طول. هي كلهم واحد يعني، كل اللي هيظهر لكم. الاكسفولياتنج تاول دي برضو بتعمل سكراب، بس انا بحب في الشتاء ازود عليها بسكراب من عندي ايا كان نوع السكراب. مش هرشح لكم انواع، ايا كان نوع السكراب، ومش لازم تعملوه اللي هو يعني كل حمايه، ممكن كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، براحتكم يعني. بس هي الفكره ان انتوا يعني خلوا فكره السكراب في دماغكم في الشتاء، لانه الجلد بيبقى محتاج حاجه تقشر الجلد الميت من عليه، لانه عكس الصيف بيجف اكتر بكتير وبيعمل قشور وكده يعني، فنساعده ان هو يطلع. الحاجه اللي بعد كده، ودي الحاجه اللي هوريكم فيها امثله، وهي البرفانات اللي بتنفع للشتاء. البرفانات اللي بتنفع في الشتاء هي البرفانات اللي بيبقى فيها نوتس من القهوه او الفانيلا او الشوكولاته. وكمان برضو بتبقى البرفانات اللي هي فيها، لو الناس اللي بتحب بقى الحاجات الشرقيه او الخليجيه اللي هي العود والحاجات التقيله. برفانات الشتاء عموما بتتميز انها بتبقى تقيلة سنة. ليه تقيلة سنة؟ لان الجو البرد ساعات كده يحسسكم ان انتوا مش حاسين بريحة البرفان قوي، فدايما برفانات الشتاء بتبقى تقيلة شوية عن برفانات الصيف. يعني لو في عندك برفان ريحته خفيفة كده، اللي هو ريحة ثابتة بس خفيفة، فده بيفضل ان انت تستعمليه في الصيف. عشان انا لقيت ان في ناس مش عارفة تفرق ما بين يعني ايه برفان شتوي وبرفان صيفي. هو عموما اي حاجة ينفع تتحط في اي وقت عادي، بس ساعات انا بحس ان انا يعني مثلا لو حطيت برفان من البرفانات التقيلة اللي انا بصنفها كبرفان شتوي، حطيتها في الصيف الصبح، بتدوخني وبتضايقني وبتحسسني كده ان انا دايخة كده ومش مظبوطة. فالبرفانات الشتوية بتبقى دايما يعني تقيله سنه، اللي هو لما تشمي برفان وتقولي برفان تقيل يبقى ده غالبا برفان شتوي. وبرده حوار تقل البرفانات وخفتها ده بيختلف من شخص لشخص، بس انا بقول لكم ايه النوتس اللي بتمشي في الشتاء. وهنا بقى هنرشح شويه برفانات. يعني انا اكتر برفان بحبه للشتاء، ده اكتر واحد بحبه بصراحه، اللي هو بتاع بويزون جيرل، اللي هو بتاع ديور. ريحته كده قهوة على شوكولاتة. وقلت لكم قبل كده في فيديو قديم خالص من سنة تقريبا على البرفان اللي هو شبهه شوية، او النوتس بتاعته بتديني نفس الفايب، وهو البرفان ده اللي هو من اوريفليم، اللي هو اسمه لاف بوشن. اسمه لاف بوشن تقريبا، انا نسيت، بس هو لاف بوشن. ده بيبقى شكله كده، بس شكله كيوت قوي، فبيديني نفس الفايبز بتاعته، مع سنة ان هو مسكر سنة بسيطة عن بتاع بويزن جيرل. بس انا بحس ان الاتنين دول يعني ايه دوبس كده، فالاتنين دول حلوين قوي قوي للشتاء. وطبعا البرفان ده اللي هو بتاع جود جيرل انا بحبه جدا. في ناس ما بتحبوش بس انا بحبه، وده اللي هو بيدي ضي ازرق كده، عشان الفيديو اللي هو بتاع البرفانات القديم ده ما كنتش موضحه قوي البرفان ده اللي هو انهي واحد، عشان في منه كذا شكل. فهو ده اللي هو تقريبا، يعني مش عارفه بقى اذا كان ده اللي هو الاوريجينال ولا ده اديشن تانية بعد الاوريجينال، بصراحه مش متابعه قوي. بس هو انا يعني بحبه، وبحس ان هو شتوي اكتر بكتير من ان هو صيفي. شتوي وخريفي يعني، بس مش صيفي وربيعي ابدا يعني. البرفان اللي بعد كده، وده من البرفانات اللي هي العربيه شويه، وده اللي هو بتاع خمره. وخمره ده بصراحه انا ساعات احبه وساعات اكرهه. هو ريحته هو يونيسكس، ينفع رجالي وحريمي، بس انا شايفاه بصراحه يعني حريمي. وهو فيه ريحة برضو سويتي كده، يعني سنة سويتي كده مع الروايح العربية الجميلة. بس انا ساعات احبه واحب احطه، وساعات تانية اللي هو لا ده تقيل قوي، ايه ده انا جبته ليه؟ ف يعني مش عارفة اذا كنت ارشحه لكم دلوقتي ولا لا. يعني انا اول ما جبته كنت منبهرة بيه جدا، بس بعدين زهقت منه بسرعة بصراحة. اخر برفان بقى عايزة اكلمكم عنه. بصوا هو عموما لو تلاحظوا برفانات الشتاء كلها بيبقى لونها غامق، فاي برفان غامق لو مش عارفين تفرقوا يعني هيطلع برفان شتوي في الاخر. يعني الحاجات اللي مثلا ازازتها شفافة ولونها بينك والحاجات دي بتبقى صيفية اكتر، اي حاجة لونها غامق بتبقى شتوية. بس دي نظرية انا عملتها مع نفسي يعني، فممكن تطلع غلط بكل سهولة. اخر واحد اللي هو البرفان بتاع جيفونشي اللي هو اسمه لينتوردي، وده اللي هو الاديشن منه اللي هي لونها كده، وهو فلورال، بس فلورال تقيل، وبحسه اللي هو برضو اللي هو فيه سنة شوكولاتة كده في النص. مش عارفة وانا مش متأكدة قوي، بس هو يعني ايه
لما تشموه كده تقولوا لا ده يا اما مثلا يوم صيفي ساقع بالليل، يا اما شتاء، يا اما خريف. فاهمين؟ يعني هو بتاع ليل كده، مش بتاع صبح خالص، ولا اللي هو everyday perfume والكلام ده كده. لا هو عايز ليل، مش عايز صبح خالص. الحاجة السابعة اللي عايزة اتكلم فيها هي ملهاش علاقة بالشتاء قوي، بس نقدر نخليها ليها علاقة بالشتاء، وهي ان احنا بنستخدم مرطبات كتيرة قوي خلال الشاور للشعر وكده، زي مثلا بلسم تقيل، حمام كريم تقيل وكده. والكلام ده كله بيجي على وشنا، على جناب وشنا كده والحتة دي وكده. فده ممكن ان هو البلسم وحمام الكريم والحاجات دي تتراكم على البشرة وتطلع لنا حبوب. فما تنسوش ان انتوا في اخر كل شاور تغسلوا وشكم وظهركم. للناس اللي بيطلع لها حبوب في الظهر، تغسلوا وشكم وظهركم بالغسول بتاع البشرة بتاعتكم كاخر خطوة خالص قبل ما تطلعوا من الشاور، عشان تراكم المنتجات دي ممكن يكون هو السبب في ان انتوا بيطلع لكم حبوب، وانتوا مستغربين هي الحبوب دي عمالة تطلع لنا ليه، ويطلع هو ده السبب في الاخر، سبب اهبل وعبيط كده، ويعني وتلاقوا الحبوب اللي عندكم راحت ان شاء الله. فبس حبيت اكد على النقطة دي، لان انا دايما بفكر فيها بس مش عارفة اقولها لكم في انهي فيديو، فقلت اقولها في الفيديو ده يعني في النص كده تستفيدوا منها ان شاء الله. يعني الحاجة الثامنة اللي حابة اتكلم فيها وهي عن الهدوم بتاعتنا. طبعا هدوم الشتاء زي ما قلنا احنا مش بنعرق كتير، فبنحس انها ما توسختش بسرعة، فممكن ما نغسلهاش بسرعة. فالناس الشطورة اللي بترجع من الخروجة تقوم مطبقة الهدوم على طول وشايلها في الدولاب، وبعدين نلاقي الهدوم ريحتها كمكمت، او حتى اللي بيسيبوها على الكرسي بس بيحطوا الهدوم فوق بعض كده. فنصيحتي ان احنا نهوي الهدوم لما نرجع، وبعد ما نهويها بغض النظر عن هنغسلها ولا لا، على فكرة حتى يعني لو هنغسلها نهويها برضو الاول عشان ريحة العرق ما تكمكمش فيها. فانا بحب جدا ان انا اما ارجع من اي خروجه اهوي الهدوم بتاعتي ساعه، ساعتين، 3، وساعات لليوم اللي بعده عادي على حسب ما ببقى فاضيه امتى ارجع اشوفها تاني يعني. وبعد ما تتهوى امسكها واشوفها كده واشمها، اللي هو هل هي فعلا محتاجه تتغسل ولا محتاجه عادي ان هي خلاص ريحتها كويسه وتمام كاني ما خرجتش بيها. ساعتها اطبقها واحطها في الدولاب. والنصيحه اللي مع النصيحه دي يعني هي برضو فكره ان احنا نشمس الهدوم. يعني لو في يوم شمس كده ويعني قادرين ان احنا نطلع هدومنا اللي هي بنخرج بيها كتير، ومثلا زي جواكت، بلوفرات، حاجات اللي هي مش بتتغسل على طول، فان احنا نخرجها تتهوى وتتشمس في الشمس، ده بيساعد ان ريحه الكمكمه وريحه العرق اللي هو العرق الخفيف وريحه الكمكمه والحاجات دي تطلع منها. وبرده الناس اللي هي ممكن تكون في الشتاء بتخاف مثلا من الهواء ومن المطر وكده، فبتنشر الهدوم بره، مش بره، فبتنشر الهدوم في البيت يعني. فبرضو لو لقيتوا يوم كده الهواء فيه كويس والدنيا شمس، خرجوا الهدوم بتاعتكم تتشمس. يعني من الاخر ما تنسوش دور الهواء والشمس في تهوية الهدوم ومنع الكمكمة. خلوا الموضوع ده دايما في بالكم، لان انتوا ممكن تكونوا بتعملوا كل الخطوات اللي كل الناس بتنصح بيها عشان ريحتك تبقى حلوة وعلشان على طول تبقي جميلة وريحتك مش مكمكمة وبتاع، وبرضو تلاقوا ريحتكم مكمكمة. السبب ان انتوا ما بتهووش وما بتشمسوش هدومكم فترة كافية وتطلعوا منها الريحة الوحشة دي. الحاجة اللي بعد كده وهي فكرة الهير ميست. انا كنت جبت قبل كده هير ميست وقلت لكم ان انا مش عارفة اعمل بيه ايه، لاني مش مقتنعة بيه ان انا احطه على شعري، لان شعري يعني ريحته كويسة، يعني ريحة الشامبو والبلسم اللي بستخدمه وحمام الكريم بتفضل في شعري وبتفضل مدية شعري ريحة حلوة. فقام في بنت قالت لي انه احطه على البندانة بتاعة الطرحة قبل ما البسها، وبجد عايزة ابوسها من كتر حلاوة الفكرة العظيمة دي. مش عارفة ليه ما جاتش في دماغي، بس هي فكرة عظيمة عظيمة بجد. اولا بتخليني اما بعمل كده بشم ريحه حلوه، ده كده احساس لوحده رائع وتحفه يعني بجد، وبتدي لشعري ريحه حلوه من غير ما تنشفه. كنت خايفه من الهير ميست ان هو يكون بينشف الشعر مثلا، لانه مهما كان فيه اكيد في نسبه كحول، لانه يعتبر برفان او يعني حاجه يعني بتدي ريحه، فكنت خايفه ان هو الكحول اللي فيه ده يبوظ الشعر او ينشفه او كده. بس انا بالطريقه دي بقدر اخد الريحه الحلوه من غير ما شعري يجف وينشف ويهيش. فالنصيحه دي جميله قوي. فلو عندكم هير ميست حطوه على البندانه بتاعتكم او على الحاجه اللي بتحطوها على راسكم، سواء بندانه خروج او بندانه قاعده في البيت او اي حاجه، فحطوه عليها، وبجد يعني بتديكوا احساس جميل قوي كده بالانتعاش والنظافه طول الوقت. واكيد النصيحه دي هتبقى حلوه سواء شتاء او صيف. وحتى لو انتي مش محجبه وبتلمسي مثلا الايس كاب او حاجه في الشتاء يعني عشان خاطر السقعه وكده، برضو جربي حطي عليها الهير ميست، هتبقى تحفه.
فبجد النصيحه دي عجبتني جدا، وعايزه اشكر بجد البنت اللي قالت لي عليها. حاجه رقم 10 اللي عايزه اكلمكم عليها وهي بودره الجسم، وكنا اتكلمنا عنها في النصيحه بتاعت ريحه الرجل، وان احنا نحط على رجلينا بودره الجسم او بودره الرجل عشان خاطر ما تخليهاش تعرق كتير او تعرق بسرعه. بودره الجسم بقى نحطها للاماكن، نحطها عموما بعد الشاور وبعد ما ننشف جسمنا كويس، وما نحطهاش على جسمنا وهو مثلا لسه عليه الكريم مثلا او البادي كريم او البادي باتر اللي احنا حطيناها لسه موجوده، عشان ما نعملش عجينه. لا، احنا عايزين ان كل الجسم ينشف ويجف خالص ويبقى ناشف تماما، وبعدين احط بودره الجسم على الاماكن اللي الجلد فيها بيتني على بعضه، ايا كانت الاماكن دي فين. لو حطينا بقى بودره الجسم دي هتمنع انه الجسم يعرق بسرعه، وهتدي يعني هتثبت اكتر ترطيب الحاجات اللي تحتها. مش احنا مثلا في الميك اب بنحط الباودر فوق الفاونديشن علشان تثبته؟ نفس الكلام بالظبط، احنا هنحط الباودر دي على الاماكن اللي انا مش بعرف ارطبها ترطيب يومي او ترطيب مستمر، يعني هحط عليها الباودر عشان احافظ اول حاجه على ترطيبها، تاني حاجه علشان ما تعرقش بسرعه وما تطلعليش ريحه وحشه، لان الباودر دي بتمتص اي بقى عرق زياده اي حاجه كده، فبتدي احساس جميل. يعني انا بحبها عموما بحب بودره الجسم قوي. ده غير انها ايه، بتدي يعني لو هي بودره الجسم دي ليها ريحه زي بتاعه انشانتر مثلا، انا بحب بتاعه انشانتر جدا، فلو هي بتدي ريحه هتديكي ريحه زياده فوق ريحه البادي باتر او البادي كريم او اي حاجه اللي انت حطيتيها، فهتبقى ريحتك جميله كده طول الوقت وبتهفهفي كده. وفي نصيحه عايزه اقولها لكم صحيح بمناسبه ريحه الهفهفه بقى والكلام ده كله. انا بصراحه يا جماعه ما بؤمنش بالحوار ان انت تاخدي الريحه بتاعتك من البادي لوشن او من البادي كريم او من البادي باتر. عندك البادي ماست بتاعك، عندك البرفانات بتاعتك، يعني اهم حاجه بتاخديها من الكريمات واللوشنات والحاجات دي كلها ان انت ترطبي، وبعدين يا ستي الريحه خديها من اي حاجه تانية بتدي ريحه، بس اهم حاجه ان انت جسمك يكون نظيف، وتحطي الحاجات الكريمات والحاجات بتاعتك دي على جسم نظيف وناشف، وبعدين بقى بقي براحتك بقى حطي اي حاجه تانية تديكي ريحه. فموضوع الريحه في الشتاء ده اللي هو مش الريحه الحلوه، يعني مش الريحه الوحشه، اللي هو مش لازم تاخديه من الحاجات اللي بترطب، يعني عادي اهتمي بس بالحاجات اللي بترطب انها تكون بترطب فعلا. والروايح تقدري تاخديها من مليون حاجه تاني، مليون حاجه. عندك بادي ماست، بادي سبلاش، برفيوم، مخمريه، اي بتنجان، اي حاجه بتدي ريحه حلوه ابقي حطيها في الاخر بعد ما تلبسي هدومك وتطمني انك خلاص رطبتي جسمك. حطي بقى اللي انت عايزاه وجدديه كل 3 4 ساعات، يعني جدديه براحتك وقت ما تحبي. يعني دول كل حاجه الحاجه اللي هي بتعملها. كريمات بترطب، مستات وبرفانات بتدي ريحه حلوه، فما تطلبوش من حاجه انها تديكوا مليون حاجه في نفس الحاجه عشان هتحبطي في الاخر. يعني اللي هو تو ماتش ان انت تقولي حاجه واحده انها تديكي مليون حاجه في نفس الحاجه. انا عارفه ان دي الحاجات اللي انتوا بتحبوها، ان احنا نحط منتج واحد يدينا تاثير حاجات كتير، بس ده كلام كده بيتقال عشان الناس تبيع بصراحه. انما يعني انا من رايي اختاري الحاجه اللي هي كل حاجه مختصه بالحاجه اللي هي بتعملها، وانتي ظبطيهم مع نفسك في البيت. اخر حاجه حابه اكلمكم عنها هي الترطيب بتاع الشفايف، لانه ساعات مرطبات الشفايف العاديه مش بتكون كافيه خلال الشتاء، ايا كان بقى. لو زبدة الكاكاو بتاعتك حتى اللي هو يعني بترطبك قوي قوي في الصيف وحتساها تقيلة، ساعات ما بتبقاش كافية لترطيب الشتاء، وخصوصا حوالين الفم كمان مش بس الشفايف. فانصحكم ان انتوا تستخدموا الفازلين لترطيب الشفايف ولترطيب حوالين الشفايف ولترطيب حتى في ناس. انا كنت زمان الحتة اللي فوق عيني دي بتجف قوي، فكنت برطبها برضو بالفازلين. طبعا الفازلين نفسه مقطع، انا عندي علبة بقالها مليون سنة، وكنت جايبة علبة تانية بتاعة ايفازلين اللي هو بتاع شركة ايفا، بس دي لسه مجربتهاش بصراحة، فمش عارفة هي حلوة ولا وحشة. بس عموما حاولوا تدوروا على بدائل الفازلين، يعني اكيد لي بدائل، اكيد في بدائل. فالمهم يعني ان احنا نرطب الاماكن اللي هي شديده الجفاف دي، يعني مثلا لو حاسين ان الحاجه بتاعتنا مش بترطبها كفايه فنروح للفازلين على طول، هو ده اللي هو هيرطب اي حاجه، وان شاء الله مش هيطلع لكم حبوب. هو الفازلين عموما ما بيطلعش حبوب، بس ممكن يعمل تحت المنطقه دي هنا، يعمل فيها اللي هي اسمها الميليا دي، اللي هي بتكون زي حبوب دهنيه كده او رؤوس دهنيه، فتحاولوا تتجنبوا ان انتوا تحطوه في المنطقه اللي هي هنا دي.
اوكي، لان انا قلت لكم انا كنت بحطه هنا ما كانش بيطلع لي حاجه بصراحه. بس هي المنطقه دي ممكن يطلع فيها المليا، فيعني حاولوا تتجنبوه حوالين العين الا لو عندكم مشكله جفاف شديده. بس بقيه الوش يعني ما تخافوش، مش هيطلع لكم حبوب، لان هو الفازلين اصلا مش بيطلع حبوب، وهو يعني فيري جود مويسترايزر. فحطوه كده، ممكن تحطوه حتى فوق الكريم بتاعكم بعد ما تعملوا السكين كير روتين بتاعكم عشان يرطب البشره. وبالتالي الكلام ده كان طالع ترند من حوالي سنتين 3 كده، بس الناس بطلت تعمله، فقلت افكركم بيه لان هو فعلا حلو للناس اللي بشرتها بتجف قوي 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 وتقشر في الشتاء. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، فيا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل، واكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الفيديو، هل استفدتوا فعلا منه ولا لا، وايه لو عندكم نصايح زياده، يعني مثلا ان هو ريحتكم تكون حلوه طول الوقت، او اي نصايح زياده للشتاء ملهاش علاقه قوي بالمنتجات، بس ليها علاقه بالسلوك العام خلال الشتاء يعني. فابقوا اكتبوها في الكومنتس عشان الناس تستفيد منها، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.